وانتهاء الجولة 16 في فانسي الدوري السعودي، وأبطالها كانوا نكودو كالعادة وكريستيانو وإيفو رودريجيز وتاليسكا. أيوة يا صديقي، تاليسكا اللي أنا وأنت بعناه الجولة اللي فاتت وقرر إن هو يعاقبنا الجولة دي. وعندك دي بروين غلابة وهو متران وفيصل فجر، عندك كمان أوسكار دوراتي وبرونو فيان. وخوازيق الجولة للأسف كانوا لاعيبة الأهلي كلهم في الهجوم ولاعيبة الهلال كلهم في الدفاع وكورنادو من الاتحاد. تعالى نشوف سريعا انا جبت كام نقطة الجولة اللي فاتت، عشان عندنا كلام جامد قوي للجولة اللي جاية. انا جبت يا صديقي 60 نقطة الجولة اللي فاتت، يعني الحمد لله مش وحش، كويس. كابتنة كريستيانو هي اللي فرقت معايا قوي الجولة دي، غير كده انا كنت هتشلوح لان معظم اللعيبة عندي ما كانوش احسن حاجة الجولة اللي فاتت خالص. انا يعني مثلا اللي خزوقني في الجولة دي وكنت حاطط عليه امل كبير قوي، للاسف هو كان بوركان ده اللي هو بتاع مهاجم الاهلي، وكمان فيجا اللي هو برضو من الاهلي. كنت حاطط امل قوي على لعيبه الاهلي في الهجوم، وبرده فوزيز يعني تخيل مثلا ان الشهراني ده اللي هو ب4.5 مليون انا ملعبه اساسي وعارف ان هو كويس، يجيب نقط اكتر مثلا من فوزير واكتر من كورنادو اللي هو ب8.5 مليون اساسي. كمل انت عليك يا صديقي وقول لي ان انت جبت كام نقطه الجوله اللي فاتت، وقول لي ان انت كابتنت مين ومتخزوق ولا متروق. وصدقني لو انت جبت نقط وحشه وحاسس ان انت يأست وان انت كنت عاوز تكسب الملايين دي كلها، صدقني السباق لسه طويل قوي. شوف كده مثلا ترتيب اي حد تاني، شوف النقط بتاعته والنقط بتاعتك، هتلاقي مثلا فرق نقط قليله وهتلاقي فرق مراكز كتير، لان المراكز كلها قريبه من بعض، فان انت ممكن من جوله واحده بس ترتيبك يعلى جامد قوي وشغفك تاني يرجع. وانا يا صديقي لو انت اول مره بتتفرج عليا، فانا مروان رفعت ودي قناتك المتواضعه سياحو فانسي. اتمنى بقى كده لايكك الحلو واشتراكك الجميل ومشروبك الرايق، علشان هتبقى حلقه بوم، وعشان كمان ربنا يكرمنا في الجولات الجايه. انزل كده حالا في الكومنتات واديني كده كومنتك المتين وقول لي مين هو نجم الجوله من وجهه نظرك للجوله الجايه، عشان صاحب التوقع صح بطلع اسمه معايا ان شاء الله في الحلقه الجايه بتاعت فانسي الدوري السعودي. تعالى كده نقسم الحلقه بتاعتنا الاول علشان ما نتوهش من بعض. الاول كده هنشوف افضل لعيبه لازم يكونوا معانا من الجولات الجايه، نمسكهم كده مركز من خط الدفاع، خط النص، خط الهجوم، وهنتكلم برضه عن الحراسه سريعا. ولازم اللعيبه دي تكون معاك للجولات الجايه. وكمان جايب لك لعيبه جامدين جدا وسعرهم على قد الايد، عشان تقدر تكمل التشكيله بتاعتك وتقدر ان انت تعتمد عليهم اساسيين في كل جوله عادي جدا. متقلقش، مش هرص لك مثلا 20 لعيب واقول لك اختار انت بقى منهم. هنتكلم في كل مركز عن 5 6 لعيبه كتير قوي، لازم يكون معاك على الاقل 3 4 من كل اللعيبه دي في كل مركز. وبعد كده هنشوف اللعيبه اللي كفايه عليهم قوي كده ولازم خلاص نبيعهم للجولات الجايه، عشان جدولهم صعب وعشان هما مش احسن حاجه للفتره الجايه. مش ناسيك يا صديقي، انا فاكرك كويس جدا ان احنا نعمل ايه في لعيبه النصر ولعيبه الاتحاد للجوله الجايه، عشان خليك فاكر كويس جدا ان الجوله الجايه النصر والاتحاد ما عندهمش ماتش خالص. نبيع لعيبتهم ونجيبهم الجوله اللي بعدها عشان الجوله اللي بعدها هيكون عندهم دبل، ولا نسيبهم في التشكيله ونشوف تبديلات لحد تاني، وبعد الجوله اللي جايه كده كده احنا هنحتاجهم ان هم يكونوا معانا، علشان زي ما قلت لك عندهم دبل للجوله اللي بعد الجايه. المباريات المستهدفه للجوله دي اللي هم افضل المباريات الجوله دي نركز عليهم، ولازم يكون في المباريات دي عندنا فيهم اكتر من لعيب. مثلا فرقه قويه هجوميا بتلاقي فرقه ضعيفه دفاعيا. طبعا فقره الكابتنه اللي هي دايما انا من وجهه نظري اهم حاجه، فقره الكابتنه في كل جوله، حتى اهم من اللعيب الديفرنشال اللي انت هتجيبه في الجوله، لان انت لو كابتنت صح وعندك بقيه التشكيله جابوا يعني في المتوسط، هتكون انت فوق الافريج وهتلاقي نفسك كل جوله بتزيد عن الجوله اللي قبلها. طبعا تشكيلتي النهائيه انا عارفك ان انت عايز تعرف ان انا عملت ايه الجوله الجايه، علشان انا دلوقتي عملت ترانسفير المفروض ان انا كنت اعمله من جولتين وكنت بحكي لك عنه. مشيت لعيب بالنسبه لك هيكون مفاجاه جدا للجوله الجايه. على كده زي ما اتفقنا بقى نشوف افضل لعيبه في كل مركز. تعالى كده نمسكهم من الحراسه. طبعا من غير كلام احنا كلنا معانا ياسين بونو، بس الفكره ان انت مثلا لو بتعمل دلوقتي وايلد كارد وزنقت معاك المليون دي جامد قوي، وان انت محتاج تجيب حارس ب4.5 مليون، فافضل خيار ب4.5 مليون في الحراسه وهو كومباني. تستناش منه كلين شيت قد ما انت تستنى منه تصديات. كل جوله هتلاقيه بيعمل لك تصديات كويس جدا، هيعوضك كانك جاب لك كلين شيت. كلنا عارفين ان في فانسي الدوري السعودي ان كل التصديين بنقطه، مش زي فانسي الدوري الانجليزي عمل لك 6 تصديات هياخد له 3 نقط غير نقطتين المشاركه، هيكون جايب لك 5 نقط كانه زي مثلا طلع لك بكلين شيت. بقى حارس في الفئه اللي هو ال4 مليون ده برده تقدر ان انت تعتمد عليه في بعض من الجولات، وهو معتز بقوي من الطائر. بس فكره كده اللي هو كومباني هو بس تصديات، ما تستناش منه كلين شيت. ممكن تلعبه في جولات معينه ان هو مثلا الطائر بيلعبه ماتش سهل.
نيجي بقى لخط الدفاع، خط الدفاع مش محتاجين نتكلم، لازم يكون معاك واحد من الهلال، بس انا مشكلتي بس مع لعيبه الهلال في الدفاع ان هم كلهم غاليين جدا. اقل مدافع عندهم سعرا هتلاقيه مثلا ب5.5 مليون، والباقي اللي هو اللي اقل من كده هتلاقيه ما بيشاركش. بس لازم بصراحه ان يكون معاك حد من دفاع الهلال، او حتى على الاقل ياسين بونو، ده لازم جدا. هم ما شاء الله طول الدوري لحد دلوقتي داخل فيهم 9 تجوان بس. الاختيار التاني في الدفاع لازم يكون معاك حد من دفاع الاهلي، سواء كان الهندي او سعد بالعبيد. الاهلي الفتره اللي فاتت انا عارف ان انت مش طايقهم هجوميا، لكن هم دفاعيا ماسكين يعني نفسهم شويه بكتير عن الهجوم. هو بسله المدرب بتاعهم ده جمهور الاهلي اساسا مش طايقه، واحنا كناس بنلعب فانتازي احنا كمان مش طايقينه. هو بيهتم بالاوتفيت بتاعه كل جوله وبينسى الهجوم بتاعه خالص. والاختيار التالت لازم يكون معاك، انا شايف من وجهه نظري وده بالنسبه لك ممكن يكون مفاجاه، وهو اوسكار دوراتي من الوحده. كام الجوله اللي فاتوا دول الوحده بداوا يتحسنوا دفاعيا كويس جدا. حتى كمان اوسكار دوراتي ده الجوله اللي فاتت جاب له جون واسيست، والجوله اللي قبل اللي فاتت عمل له اسيست. انت هتقول لي بس ده هتلاقيه باك عالمي وزي روبرتو كارلوس كده وكروسات وبتاع، عايز اقول لك اساسا ان هو ده قلب دفاع. ماتشات الوحده الفتره الجايه ماتشات كويسه جدا. ليه لا ان انت ما يكونش معاك واحد زي ده وب4.5 مليون بس؟ وافضل لعيبه بقى في فئه ال4 مليون من اللي قلبك بيحبها. ما انا بقول لك ان انا مدلعك في الحلقه دي ومش حارمك من حاجه، معلش ان انا بس هستعين بالتليفون علشان كاتبهم كلهم علشان ما انساش اسم منهم او انطق اسمه غلط. عندك اول واحد في فئه ال4 مليون انا شايف ان ده افضلهم، هو حمد الجيزاني باك شمال الرائد وب4 مليون بس. كام جوله اللي فاتوا دول اللي هم مثلا اخر 3 جولات الدفاع بتاعهم بدا يتحسن جدا. هو ده ما كانش اساسي من اول السيزون، اخر كام جوله ابتدى ان هو يلعب اساسي، وشكلي ان المدرب بتاعه بدا يعتمد عليه الجولات اللي فاتت دي. انت هتعتمد عليه اساسي في جولات كتير الفتره الجايه. تاني لعيب في فئه ال4 مليون وهو طارق العبد الله من الطائي باك يمين وبيلعب اساسي. ثالث لعيب في فئه ال4 مليون انا شايفه ان ده هيكون صفقه القرن لو لعب اساسي على طول، وهو زكريا الهوساوي من الاتحاد. انا عارف الاتحاد الفتره اللي فاتت ما كانتش احسن حاجه خالص، بس انا حاسس ان الجولات الجايه هيبقوا حاجه مختلفه خالص. ان انا عندي ثقه تامه في جايردو المدرب بتاعهم. يعني احنا مش محتاجين نتكلم عن جايردو ولا محتاجين نقيمه. نيجي بقى لخط النص وحلويات خط النص. طبعا من غير كلام هو اتنين يعني سوبر ستار في خط النص، عندك تاليسكا وعندك سالم الدوسري. مش محتاجين نقيم سالم الدوسري وتاليسكا، خصوصا سالم الدوسري ان انا بحب سالم الدوسري قوي. سالم الدوسري ده لو كان في التشكيله او كان في الفانتازي كان سعره ارخص من كده مليون في المية، ده كنت داخل يكون أول واحد في تشكيلتي وهو ورياض محرز. لعيبة بقى أرخص منهم وسعرهم في المتناول، وبرضه إن هما بيجيبوا نقط زيهم زي تاليسكا وزي سالم الدوسري. عندك أول واحد وأنا شايفه إن هو ده دي بروين الغلابة بجد، لعيب مش طبيعي وهو مدرون. انا مش عارف ليه لحد دلوقتي بصراحه لو انت لسه مش معاك مدرون. الواد ما شاء الله كل جوله لازم يتالق، كل جون هتلاقي ان التعاون بتجيبه لازم يكون هو باسم عليه، يا اما هو اللي جاب الجون يا اما هو اللي عامل له الاساس. التعاون عندهم الفتره الجايه ماتشات كويسه جدا. شايف من وجهه نظري ان مدرون لازم يكون معاك للجولات الجايه. لعيب في خط النص لازم يكون معاك للجولات الجايه وهو منساه الجوله اللي فاتت كان موقوف، الجولات الجايه خلاص هيرجع مع البلينات. هتلاقي كل جون الطائي بيجيبوه يا اما هو اللي جاب الجون يا اما عامل اسيست، حاجه كده زيه زي مدران. اللعيبه دي سعرهم في المتناول وفي نفس الوقت ان هم نجوم فرقته. ان انت بتبقى متوقع جدا حتى لو انت ما بتتفرجش على الماتشات ان انت لما يجي لك نوتيفيكيشن كده ان مثلا الطائي جابت جون هتبقى متاكد مليون في الميه ان هو هيكون جون من ساه او اسيست منه. وتالت لعيب في خط النص لازم يكون معاك الفتره الجايه، وانا عارف ان انت مش طايق حد من عندهم في الهجوم، وهو فيجا من الاهلي المفروض فريق كبير. الاداره مش هتصبر على المدرب بتاعهم اللي هو بسله ده اكتر من كده، وحتى كمان الجمهور عشان خلاص الجمهور جاب اخرهم من المدرب ده. فانا شايف ان هم لازم هيظهروا ردة فعل كويسه جدا للجولات الجايه. الجدول بتاع الاهلي مفيش اسهل من كده، هو افضل فرقه عندهم جدول سهل الفتره الجايه وهو الاهلي. عندك اللعيب الرابع من خط النص هو نفس فكره فيجا، ان احنا مش طايقين عندهم حد من الهجوم وهو كورنادو من الاتحاد. نفس فكره الاتحاد ونفس فكره الاهلي، ان الاتحاد فرقه كبيره زيها زي الاهلي. بالعكس بقى ان الاتحاد انا شايفه من الفتره الجايه هيتحسنوا اكتر هجوميا، لان انا واثق جدا في المدرب بتاعهم اللي هو جاياردو. لكن بسله ده انا ما اعرفش مين ده اساسا ولا ليه اي تاريخ ولا ليه اي حاجه. نادو 8.5 مليون يعتبر هو نجم الفرقه مع بنزيما، فشايفها برضو صفقه جامده جدا. جايب لك بقى صفقه القرن خط النص 4.5 مليون بيلعب اساسي وكمان بيلعب في الهجوم، تلاقيه بقى رقم 10 تلاقيه وينج تلاقيه دايس في كل حته في الهجوم واساسي فرقته. عندك عبد العزيز الشهراني ب4.5 مليون من ضمك وبيلعب اساسي على طول. الفتره الجايه ضمك عندهم جدول سهل جدا الفتره الجايه،
هيبقى اختيار مميز جدًا، وكمان بكام بس؟ ب4.5 مليون. عندك برضه لعيب نسينا نقوله في خط النُص وهو فيصل فجر من الوحدة، سعره برضه كويس جدًا طبعًا أساسي على طول، وبرضه لعيب جامد جدًا، وزي ما قُلت لك إن الوحدة الفترة الجاية عندهم جدول مش وحش. نيجي بقى لخط الهجوم وحلويات خط الهجوم، خط الهجوم ده الخط اللي هو بُص فيه نجوم مش طبيعية، طبعًا من غير كلام مش محتاجين نتكلم، أفضل لعيب في العالم واللي عايز يعاركني يعاركني وهو كريستيانو رونالدو. ده لازم كده إن أنت تجيبه أول واحد في تشكيلتك، وتشوف بقى الباقي تجيب مين، تفكّر في تجيب مين أساسي، أصل أنا مش هاقيّم كريستيانو أنا فاهم، ونفس الكلام برضه إيه متروفيتش في الدوري السعودي ما شاء الله حاجة تانية خالص، فبرضه كريستيانو ومتروفيتش أساسيين لازم يكونوا معاك. الاختيار التالت بقى لو أنت هتلعب مثلًا ب3-4-3 شايف من غير كلام لازم تروح تجيبه دلوقتي، وصدّقني لو ما جبتوش اقفل الحلقة وروح اشتريه دلوقتي وتعالَ كمّل الحلقة، وهو انكودو، واد ما شاء الله جايب 56 نقطة لحد دلوقتي، أكتر من كريستيانو وأكتر من مودريتش اللي إحنا بنتكلم عنه، وبكام؟ ب9 مليون بس، مستني إيه أكتر من كده؟ معاه البلينات، هو نجم الفرقة وهو بُص بيعمل كل حاجة في الفرقة، وكمان لو تفتكر انكودو أنا ما كلمتكش عنه من ساعة مثلًا أول ما تألق فرُحت كلمتك عنه، انكودو لمّا أنا كلمتك عنه من ساعة أمّا إحنا كنا بنشرح فانسي الدوري السعودي وإزاي اللعيب بيتحسب له النقط والأساسيات اللعبة وكل حاجة، كنا بنشوف بقى أفضل لعيبة في كل مركز، لمّا فاكر لو قُلت لك إيه عن انكودو؟ ارجع للحلقة اللي أنا قُلت لك انكودو ده لعيب خطير جدًا لازم تجيبه ولازم تحطه في بالك وب9 مليون بس ومعاه كمان البلينات. عندك بقى اللعيبة اللي أنت لازم برضه تكون حاطط عينك عليهم للجولات الجاية، وبرضه لعيبة مش وحشة هيفضلوا برضه اختيارات كويسة جدًا. عندك مثلًا حد من الهجوم الأهلي سواء كان محرز أو اللي هو في راس البركان ده، محرز هيفضل محرز مش محتاجين نتكلم عن محرز. عندك برضه إيجالو من الوحدة مش عايزين ننساه. باتنا ابعد عنه، هنتكلم في اللعيبة اللي أنت تفكك منهم حتى لمّا يرجع تاني من الإصابة. عندك مثلًا تاني من الخليج وهو فابيو مارتينيز، إحنا برضه اتكلمنا عنه في الحلقة الأولانية بتاعة فانتسي الدوري السعودي، كل جولة ما شاء الله ما بيخيبش ظن برضه وهو معاه البلينات وكل حاجة، بس هو الجولة الجاية مطرود وبكام؟ ب6.5 مليون بس. اللعيبة بقى اللي تفكك منهم للجولات الجاية، أنا شايف أول واحد وهو أليكس تيليس من النصر، أنا شايف إن أليكس تيليس سعره على اللي هو بيقدمه مش أحسن حاجة خالص، وعندك تاني لعيب وهو مراد باتنا في الهجوم من الفتح، حتى لما يرجع من الإصابة خلاص كفاية أوي عليه كده. مراد باتنا ده أكتر لعيب في فانسي الدوري السعودي من ساعة ما بدأته وهو خذلني، كنت حاطط عليه أمل كبير أوي للتلات جولات اللي فاتوا دول إن هو ماتشاته المفروض سهلة، ماتشين بلانك وما جابوش أي جون، والماتش اللي بعده أما هو إيه خدها من القصيرة أساسًا أنا كنت هابيعه قام متصاب. نيجي بقى للمباريات المستهدفة في الجولة، أول مباراة مستهدفة معانا في الجولة وهي الطائي ضد الأخدود، طبعًا الطائي مين؟ منساه، لازم تركز أوي على منساه الجولة الجاية، الأخدود دايمًا عندهم مشكلة كبيرة جدًا في المساحات عندهم في الدفاع عندهم، مش عارف بُص تحسهم إن هُم فرقة جاية من الدرجة التانية، لازم نستغل منساه وممكن كمان يكون اختيار من اختيارات الكابتنة هنتكلم عنها، اختيار كابتنة جامد أوي للجولة الجاية. مباراة مستهدفة معانا بعد كده في الجولة وهي الأهلي ضد الفيحاء، زي ما قُلت لك إن المفروض الأهلي الجولة الجاية دي بالذات هو يظهر ردة فعل بقى، خلاص كفاية أوي على المدرب ده لو اتعادل الماتش الجاي أو خسر، فأنا شايف إن الجولة الجاية بالذات إن الأهلي هيبقى فريق جامد جدًا للجولة الجاية، بُص ممكن تلاقيهم كسبوا 6 تاني زي الجولة اللي قبل اللي فاتت، الفيحاء كده الدفاع بتاعهم مش أحسن حاجة خالص، وبيستقبلوا فرص كتيرة جدًا من الوينجات وبالذات ناحية محرز، وكمان بيستقبلوا من العمق عندهم كتير جدًا، فإن أنت لو معاك في راس البركان ممكن تسيبه الجولة دي وتدّي له فرصة أخيرة للجولة دي، نفس الكلام محرز، وطبعًا فيجا لو معاك طبعًا تلعبه أساسي. المباراة المستهدفة بعد كده في الجولة وهي الهلال ضد الوحدة، بعيدًا عن فانتسي الدوري السعودي أنا بانصحك إن أنت تتفرج على الماتش ده. الماتش ده هيكون فيه كورة جامدة جدًا. نفضل بقى الاختيارات في الماتش ده طبعًا من غير كلام متروفيتش، وأنا والله نفسي أجيبك يا سالم الدوسري، بس يعني يا اسطى قُل لهم كده يعني أنت سعودي زيهم، قُل لهم كده إن هم يعني نزّلوا بس سعرك شوية وأنت أول واحد عندي في التشكيلة حتى كمان عن كريستيانو. باتمنى بصراحة clean sheet للهلال عشان معظمنا معانا double دفاعي من الهلال أو حتى معانا واحد على الأقل وهو ياسين بونو، بس بصراحة مش حاسسها أوي للجولة الجاية. الهلال لمّا بتبقى على ملعبها بتبقى فرص الclean sheet بتبقى أكتر بكتير عكس الأرسنال في الدوري الإنجليزي، الأرسنال بتبقى خارج ملعبها بتبقى فرص الclean sheet بتاعتها أكتر من على ملعبها. وطبعًا مش ناسيك يا صديقي نعمل إيه في لعيبة الاتحاد ولعيبة نصر للجولة الجاية، بُص هي دي بتعتمد على تشكيلتك عاملة إزاي للجولة الجاية، في ناس ممكن يعملوا wild card ويخشوا الجولة الجاية من غير لعيبة النصر ولعيبة الاتحاد، مثلًا ما يخشش مثلًا بكريستيانو رونالدو، والجولة اللي بعدها يبقى سايب budget إن هو يقدر يجيب كريستيانو الجولة اللي بعدها على طول عشان ما يعملش سالب، فدي متاحة لك. إنما لو أنت مثلًا دلوقتي مثلًا معاك ترانسفير مجاني ومعاك كريستيانو ومعاك كورنادو ومعاك مثلًا عمري من خط الدفاع بتاع النصر،
في إن أنت تعمل إيه من اللعيبة دي، على حسب لو أنت عندك الدكة كويسة ومثلًا مضبّط الدكة بتاعتك، ممكن تقعّد اللعيبة دي دكة عشان أنت كده هتحتاجهم للجولة اللي بعد الجاية دي على طول، عشان هيبقى عندهم double ماتشين. إنما أنت مثلًا دكتك لو مش أحسن حاجة، ممكن مثلًا تعمل إيه، عندك مثلًا كريستيانو، تبيع كريستيانو وتجيب مثلًا لو أنت ما عندكش انكودو، تجيب انكودو والجولة اللي بعد الجاية تمشّي نكودو وتجيب كريستيانو، أو تسيب نكودو زي ما هو، عشان إحنا اتكلمنا نكودو اختيار مهم جدًا للجولات الجاية، ومثلًا تمشّي مثلًا حد من هجوم الأهلي، سواء بقى إن كان فراس البركان أو محرز. فهي الفكرة بتعتمد على تشكيلتك، وأنا شايف إن هي ما تستاهلش إن أنت تعمل wild card مخصوص عشان تمشّي كريستيانو وتمشّي مثلًا كورنادو وتجيبهم الجولة اللي بعد الجاية. حلو، لو أنت لسه ما عملتش لحد دلوقتي لايك فيبقى عيب والله عليك، يعني أنت مستني إيه يا صديقي؟ اعمل لي كده لايك واشتراك في القناة وروّق عليَّ كده عشان أفضل مروّق عليك كده بإذن الله، ونستمر مع بعض كده في حلقات فانتسي الدوري السعودي. نخش بقى على الفقرة المنتظرة وهي فقرة الكابتنة. الكابتن مين يا مروان؟ عندي كده بسم الله أول واحد بدون نقاش بدون كلام هو المجنون السفاح المتروفيتش. عايز بقى اديني في الكابتنة الحنيكة والكابتنة المجنونة الجولة دي. طبعًا ما فيش كريستيانو، أنا بالنسبة لي أول واحد في الكابتنة بعد متروفيتش وهو واحد من هجوم الأهلي، سواء كان فيجا في خط النص عندك أو في راس البركان أو محرز، لو معاك حد من تالت لعيب في الكابتنة. وأنا شايف إن دي برضه كابتنة أمان والله، مش كابتنة ريسك ولا حاجة، وهو مساه من الطائي عنده ماتش سهل جدًا الجولة اللي جاية زي ما كنا بنتكلم عنده الأخدود، سهل إن هو يطلع له على الأقل مثلًا جون وأسيست أو جولين. لعيب الربع في الكابتنة، وطبعًا مش محتاجين نتكلم عنه، إحنا ده بنعتبره خلاص الفترة الجاية إن هو ده زيه زي مثلًا متروفيتش، زيه زي رونالدو، هو السفاح نكودو. الجولة الجاية ماتشه مش أسهل حاجة، بس ماتشه مش أصعب حاجة، عليه شوطات ما شاء الله من نص الملعب، بُص بتروح في السوكة R2 أنت ما تتخيلهاش خالص. مشكلتي بقى للجولة الجاية اللي أخش بيها وعملت ترانسفير مجاني اتجننت فيه، بس أنا دارسه مش أي حاجة وخلاص. وأقول لك إن أنا دلوقتي إن أنا كابتنت مين. مبدئيًا أنا داخل دلوقتي ببونو والبريك وخلف والهندي ومنساه وفوزير وفيجا اللي هو قلت لك عليه عبد العزيز الشهراني اللي هو من ضمك بلعبه أساسي وأنا مستريح ما شاء الله، عارف إن هو هيدلعني نقط. وبكام بس ب4.5 مليون اللي هو يا بلاش. عندك بقى في خط الهجوم روكان ومتروفيتش ومين؟ نكودو. طيب فين رونالدو؟ ما هو أنا بعته، بس زي ما قلت لك إن أنا دلوقتي سايب له البادجت بتاعه. مثلا كنت هبيع فراس البركان وكنت هجيب نكودو، بس لما لقيت ان كريستيانو الجوله الجايه هيكون عنده بلانك يخش الجوله الجايه ب 10 لاعبين بس، فلو هو مش هينفع، رحت مشيت كريستيانو وجبت نكودو. والجوله اللي بعد الجايه ان شاء الله لازم طبعا ارجع كريستيانو، وقتها بقى هرجعه مكان فراس البركان بقى. اكيد يعني مش همشي متروفيتش، واكيد مش همشي نكودو، عشان زي ما احنا قلنا نكودو اهميته ازاي للجولات الجايه. متروفيتش هو الكابتن لحد دلوقتي بنسبه مثلا 90% متروفيتش. بفكر جدا ان يعني اتحنك شويه واعطيها وضعيه الحنيكه، واخليها يا اما على منساه او انكودو يعني، بس منساها اكتر او فراس البركان برضه. وبس كده يا صديقي، دي كانت تالت الحلقه. اتمنى بقى لو عجبتك الحلقه فما تنساش بقى تروق عليا زي ما روقت عليك في الحلقه دي، لايكك بقى كده الحلو واشتراكك الجميل، عشان ربنا كده يكرمنا ان شاء الله في الحلقات الجايه وفي الجولات الجايه كمان. وباذن الله كده حد فينا في القناه يكسب جوائز الملايين دي كلها ونوزعها هنا على الرجاله كلنا هنا كده في القناه، وكده محدش فينا يبقى محتاج فلوس الفتره الجايه. معاك مرور رفعت، اشوفك على خير ان شاء الله في حلقات جايه، وصحوا فانسي. سلام.